رافع الشكوى قضائية ضد مسلسل المهاجر. سلام الحبايب، قبل ما نبدا الفيديو اليوم راح تشترك في القناه يدير ابوني باش يوصلكم الجديد فضلا وليس امرا. مسلسل المهاجر راه داير ترند من كاع المسلسلات الرمضانيه وراه متحصل على 9 ملايين مشاهده في اقل من 7 ايام. كما تعرفوا باللي النقابة الوطنية للصحة العمومية قدمت شكوى على هذا المسلسل. كما راكم تشوفوا هنايا معايا في هذه الورقة، موضوع الشكوى يخص حلقة في مسلسل المهاجر تدور أحداث المقطع سلوك مهني غير مقبول للطبيب يتحرش بمريضة في مكان عمل وأثناء أداء الواجب المهني. دوك خليكم المشهد في آخر الحلقة. أنا غادي نمد رأيي الشخصي حول هذه الشكوى. انا الحاجه اللي مازال ما فهمتهاش، النقابه الوطنيه للصحه العموميه قبل ما تهضر على اللقطه تاع المسلسل وقدمت شكوى، علاش ما هضرتش على نقص الوسائل الماديه اللي ما كاينش في المستشفيات؟ علاش ما هضرتش على الوسخ؟ علاش ما هضرتش على الفوضى؟ علاش ما هضرتش على الصوالح اللي يخدموا بيهم والوسائل؟ علاش ما هضرتوش على الوسخ؟ علاش ما هضرتوش على تدهور السبيطارات؟ علاش ما هضرتوش على عدم الاحترام المرضى والناس اللي يجوا يزوروا المرضى تاعهم كيفاش تعاملوا؟ علاش ما هضرتوش على نقص التربيه ونقص الاخلاق؟ علاش ما هضرتوش على ما هضرتوش على الرشوه والمعرفه اللي راهم يدخلوها اللي راهم يدخلوها شي وحدين خدامه في هذاك المجال اللي ماشي قارن اللي ما يعرفوا والو؟ علاش ما هضرتوش على هذوك الخدامه الفرمليات البزوز وكاع اللي يقعدوا قاضبين تليفون ويكونيكتو؟ علاش ما هضرتوش على النقص في التربيه وعدم معامله المريض على اكمل وجه وعدم احترام الناس اللي تجي تزور المريض؟ علاش ما هضرتوش على التواغ والزكا كي يجوا يهضروا معاكم ولاد الناس اللي يكونوا مرضى ولا يسقسوكم ولا واحد يجي يسقسيك على مرته ولا على بو يكون مريض تبدو توغوا عليهم؟ على ما هضرتوش على هاد الصوالح؟ علاش ما هضرتوش على الصوالح اللي تخدموا بهم اللي راهم ناقصين اللي الناس راهي تموت؟ على ما هضرتوش على الاخطاء الطبيه؟ ولا جاتكم غير في فيلم نطوا تهضروا عليه؟ اللقطه اللي صرات والصوالح اللي هضروهم في المسلسل حاجه راهي صاريه في المجتمع تاعنا ونورمال وكاينه ورانا عايشينها ورانا نشوفوها كل يوم وكاع نعرفوها. علاش تبغوا تغطوا الشمس بالغربال؟ لقطه نطو درتو حيحايه زعما كون كوا الشواله في هذيك اللقطه زعما باللي الطبيب كان يتحرش بمريضه جات عنده وهذه حاجه فو وهذا سموه تحرش وشواله وغير مقبول مهني اثناء اداء الواجب المهني. سما ملي تقعدوا توغوا ما تخدموش خدمتكم يشانو تقعدوا تكونيكتو وكيسقسوكم تقولوا ما على بالناش، هذه ماشي تاديه الواجب المهني ولا تاديه الواجب المهني غير في التحرش. على ما راش كاين تحرش في السبيطارات؟ علاش ما راهمش كاينين اطباء ما بيناتهم يتحرشوا الفرامل؟ على زعما هاد الصوالح ما كاينينش؟ سمحنا رانا كابرين مع الائمه ورانا عايشين في عصر المسلمين والصحابه. المجتمع تاعنا حنايا نظيف بقي. للتوضيح فقط، كان واحد 40% من الناس ولا اللي في مجال الصحه ما شاء الله ما تبقى كما قال لك ارمي للمزبله. كاين اطباء اللي راهم يسافروا معاكم واللي راهم كارهين حياتكم اللي راهم كارهين حياتهم معاكم في هذا القطاع. علاش بغيتوا شواله توصلوا زعما باللي سمعه الطبيب حاجه كبيره وباللي زعما فيلم لا جو مس الاحترام تاعكم؟ بصح الصوالح الاخرين كما قال لك تغطوا الشمس بالغربال. علاش بغيتوا تغطوا الشمس بالغربال؟ كون هضرتوا على حاجه تاع الصح وهذوك لي جروب تاع الفرامله وكاع راهم دايرين ضجه ويكتبوا في المقاطع وشوفوا كيفاش وهذا الطبيب جديد وهذا فرملي جديد. زعما نتوما فرامله زعما الشتي فيكم لا طلعت ساعه معدل على ما نعرفوكم في السبيطارات كي دايرين الشهر ما طلعوا التيك توك. انا وصلت من واحد السبيطار سقسيت غير وحده على حاجه فيتامين دي ما تعرفش باش تطلعه. شي راكم تشكلوا راكم طايحينها زعما مارقين؟ شكون اللي راه يقوم بالخدمه تاعه في بلادنا نيشان؟ شكون؟ علاش ما نكونوش ناس منطقيين وتاع صح في المجتمع تاعنا؟ شكون اللي راه يخدم نيشان؟ يا ربي 40% ولا 20% اللي الناس فريم والله يبارك ومؤدبه وعندها الصبر وتستحمل. المهم غادي نخليكم شوفوا الفيديو معايا في هذه اللقطه. عندك une toute petite fracture mais rien de grave. sinon كان دوك عندك اليوميزم دوك الحمد لله. الحمد لله باسكو ماشي كاع وقتها اليومات عندي بزاف خدمه. واش تخدمي sans être indiscret؟ دوفي je sais pas. على حسب لي زونغ تاعك ماش كيش تخدمي. شافوكات. هذا هو الفيديو اللي يشكاو بيهم زعما على جاله.
إيه على كل حال حاجة عادية أنا بالنسبة ليا وحاجة نورمال. هنا بغيت نقولكم باللي راكم تشوفوا باللي خريجي السجون وخريجي التيك توك راهم يمثلوا في المسلسلات. وزيد شواله المسلسل راه يلعب، كان يلعب على 8 دروك راه يلعب على 9:30. استغفر الله يا ربي، راه يلعب على 8:30. كان يبدا على 8 دروك راه يبدا على 8:30. وين الوقت اللي اذن العشاء وما في التيلي ما راهمش يفوتوا الاذان، راهم يديروا الفيلم علاه باش يلهوا الناس وما يتفرجوش، باش يلهوا الناس يتفرجوا المسلسل وما يصلوا صلاتهم. انا وين نسكن اذن 28 سما ما جيت تودي 5 دقائق هذيك هي يبدا الفيلم. شوالا راهم يحوسوا يدخلوا لكم الخماج والدعاره لبيوتكم وقدام والديكم. ميم هاد اللقطه تحشم باش تشوفها قدام والديك وامك تحشم باش تشوف هاد الصوالح. والله الله يهديكم والله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل. كتشوفوا من الزباله في كل عام نشوفوا باللي الدعارة والخماج والمخدرات والآفات الاجتماعية توصل لولادنا. عليها مجتمع راه فاسد بسبب هاد الصوالح. سيدخل المراهقين يتأثروا بهاد الصوالح ويولي مجتمع فاسد. هما الهدف تاعهم يدخلوا الدراهم ويجيبوا المشاهدات. وصلوا وين الآذان حبسوه على جال المسلسل. والله لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. واللي ما راش مشترك في القناة يدير أبوني وخلوا لي رايكم في التعليقات وديروا جيم ما تنسوش فضلا وليس أمرا. نلتقوا في الفيديو الجاي.